السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هوريكم 4 انواع من قماش الكتان. الاربعه ما شاء الله احلى من بعض. تعالوا بقى كده نشوفوا اول نوع. الكتان دوت اسمه كتان سنيكر. بص شكله من قريب عامل ازاي، حاجه جميله قوي، وليه بطانه من ورا. طبعا الخامات اللي نازله دلوقتي معظمها بالبطانه الفايبر دي، تمام، لكن الخامه من قدام الملمس ما شاء الله جميل. يعني هي ملمسها ناعم شويه عن الكتانات الخشنه اللي احنا يعني عارفينها او متعارف عليها، تمام. ده ملمسه ناعم شويه عن الكتانات الخشنه اللي بيبقى داخلها فتله بوليستر. ده شكله كده من قدام، وطبعا احنا شغالين بيه، فهنوريكم الشغل. يعني هو من ضمن الشغل اللي شغالين بيه. يعني دي ركنه ما شاء الله كبيره، فيها سرير وفيها سحاره، فهنصور لكم في الفتره الجايه ديت الشغل بالقماشه ديت وبالاقمشه التانية كمان في الشغل اللي جاي باذن الله. ده بالنسبه للسنيكر. في بقى ده قماش، ده كتان رماني برضه. بص ده بقى ملمسه مايل يعني شبيه للقطيفه شويه، لكن هو مش قطيفه، ده كتان بس ناعم، تمام. وده ظهره من ورا كده، ده بقى ما فيهوش البطانه الفايبر من ورا، تمام. ده كتان كتان اسمه رماني. بص الفتله الارضيه اللي هي البيج الفاتح، وداخل فيها الفتله الكافيه كده، عم مدي شكل حلو قوي. طبعا في درجات كتيره منه. تعالوا بقى اوريكم الخامتين التانيين. ده كده كتان تويت. بصوا كده، دي الدرجه البيج ودي الدرجه الزيتي. طبعا الشغل دوت داخل طالع مع بعضه. هيبقى ركنه ومعاها 2 برجير اللي هو الدرجه الزيتي ديت، اللي هي الخلفيه بتاعته او الظهر بتاعه برضو اللي هي البطانه الفايبر دي. الخامه ديت من بقى التويت ده من النضيف جدا. يعني ان التويت فيه منه برضو انواع بينزل منه كده، في اللي هو اللي بيوبر ده، لكن دي الخامه بصوا، خامه كانها مكويه كده، ما بتوبرش ولا حاجه. وادي البيج بتاعه اهو ان شاء الله. يعني هتشوفوا الشغل بيه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنا وفي قناه فنون التنجيد، تمام. تعالوا بقى نشوفه على الكتان الاخير، كتان كندا. ده برضو ملمسه كده كانه رايح للقطيفه شويه، لكنه كتان. بصوا من قريب برضو الارضيه اللي هي مثلا اللون اللي انتوا شايفينه دوت، وداخل الفتله السمراء فيه، فمدي شكل حلو قوي. ودي ظهره من ورا، وده الكافيه بتاعه، ده اسمه كتان كندا. بص شكله جميل قوي، وبرده ظهره اهو. فان شاء الله هتشوفوا الشغل ده معانا هنا في القناه وفي قناه فنون التنجيد. هتشوفوا طبعا. انا وريت لكم القماش اهو عشان الناس اللي بتحب تحب تعرف معلومات عن القماش وتعرف تشوف، بتحب تشوف القماش يعني وتشتري زيه او تاخد معلومات عنه عشان تجيب زيه. فانا وريت لكم كل حاجه من قريب اهوت. الحاجه شكلها من قريب، الخامه شكلها من قريب اهي، واسماء كل قماشه، تمام. ده كده كتان كندا، وده تويت. كلها كتانات. الخامات اللي وريتها لكم في الفيديو النهارده كلها كتانات. وده كتان رماني، وده سنيكر. استنوا بقى الفيديوهات الجايه على القناه هنا وعلى قناه فنون التنجيد، هينزل فيها الشغل معمول بالاقمشه اللي انا وريتها لكم في الفيديو النهارده. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.